السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس كونكت 5، اهلا بكم حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنحل في امتحانات مهمة جدا جدا لامتحان الترم الثاني. هجمع لكم كل الامتحانات المهمة في قائمة تشغيل، هتلاقوها في قسم قائمة التشغيل على القناة. كمان هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفي اول كومنت مثبت. عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي، تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة علشان نشوف كويس، ويلا بينا نبتدي على طول. اول سؤال هيجينا في الامتحان ان شاء الله يقول لك listen and circle the correct answer from A B C or D. وعرفنا بنحل السؤال ده ازاي؟ ان احنا لازم نقرا الاول الاسئله كويس قوي قبل ما نسمع نص الاستماع، نفهم معناها ونركز فيها كويس قوي علشان لما نسمع نص الاستماع نكون مركزين على الاجابه على طول. ويا ريت نجاوب واحنا بنسمع علشان ما ننساش الاجابه تاني، وكمان لما المستر يعيد علينا نص الاستماع للمره التانيه نراجع الاجابات اللي احنا حلينها. فيلا حبايبي دربوا نفسكم معايا وتعالوا نقرا الاسئله مع بعض. نمبر 1 بيقول لي فريدة has two. فريدة عندها ايه؟ sisters، two sisters ولا two brothers ولا two cousins ولا two sons. Number 2 she stayed in her old apartment about 8 years. 3 12 5 10. Number 3 the new apartment is الشقة الجديدة كانت ايه؟ small صغيرة ولا teeny ولا big ولا big. Number 4 they have two كان عندهم اتنين ايه؟ bathrooms حمام ولا bedrooms ولا ovens ولا kitchens. دلوقتي بقى عايزاكم تركزوا معايا في نص الاستماع، اسمعوه مني كويس وحاولوا تجاوبوا وانتوا بتسمعوني. فبيقول لي ايه؟ فريدة and her family had to move to a new apartment. She had two sisters. She had two sisters. يبقى نمبر 1 قال لي فريدة has two، يبقى أكيد sisters. She stayed about 12 years in the old apartment. يبقى نمبر 2 قال لي she stayed in her old apartment about كام years؟ طبعا 12. But she is very happy in the new apartment because it's big. يبقى the new apartment is big. She shares a room with her sister. They have two bathrooms. يبقى نمبر 4 قال لي they have two طبعا bathrooms. تاني سؤال هيجيلك في الامتحان ان شاء الله يقولك choose the correct answer from A, B, C or D. نمبر 1 بيقول لي هاني takes care of animals. he is a يعني هاني بيعتني او بيهتم بالحيوانات، يبقى هو ايه؟ دكتور ولا دانتست طبيب اسنان ولا vet طبيب بيطري ولا نيرس؟ طبعا vet. نمبر 2 you should have some eat to make your cough better. يعني انت يجب ان تتناول بعض ايه لكي تجعل الكحة افضل؟ بكتيريا ولا هاني عسل ولا تشوكلت ولا كيك؟ طبعا هاني. نمبر 3 I can't talk أنا مش بقدر أتكلم. I have إيه؟ أنا عندي إيه؟ قطني يعني القطع في الركبة، sunburn اللي هو ضربة شمس، ولا باكك اللي هو آلام في الظهر، ولا sore throat التهاب في الحلق؟ طبعا sore throat. نمبر 4 we need إيه if someone hurts his knee. لو شخص ما أذى ركبته طبعا بنحتاج ايه؟ bandages اللي هي ضمادات. تالت سؤال هيجيلك في الامتحان هيقولك read and complete the text with the words in the box. فبيقول لي ايه؟ jump يعني يقفز، bats خفافيش، animals حيوانات، penguin البطريق، pouch اللي هو كيس او جراب. فبيقول لي ايه؟ سارة and her friends went to the wildlife park last weekend. يعني سارة واصدقائها ذهبوا لحديقة الحيوانات البرية الاسبوع الماضي. They saw many interesting شافوا الكثير من ايه الشيقة؟ طبعا animals من الحيوانات الشيقة أو الممتعة. سارة think that kangaroos are amazing. They can eat on two legs. طبعا يقفز على رجلين يبقى jump. When they are little لما كانوا صغيرين they can sit in their mom's ايه؟ طبعا pouch كانوا بيقعدوا في كيس أو جراب مامتهم. سارة saw many birds too يعني شافوا الكثير من الطيور أيضا. Her favorite bird is the طبعا penguin. It's black and white and looks funny. لونه أبيض وأسود ويبدو مرح. السؤال اللي بعد كده هيقولك read the text and answer the question. I am Ali. I and my family members travel in different countries such as Bahrain, France and Dubai. أنا وأفراد عائلتي سافرنا لدول مختلفة زي البحرين وفرنسا ودبي. دبي is making artificial islands in the sea and building the tallest hotels and palaces over them. دبي أقامت جزر صناعية على البحر وبنت أعلى الفنادق والقصور عليها. Tourists from all over the world come to visit them. يعني السياح من كل أنحاء العالم جم علشان يزوروها. I find that visiting other countries to know their historical and cultural history is great.
يعني أنا أرى أن زيارة الدول الأخرى لمعرفة تاريخهم الثقافي والتاريخي عظيم. That gives us a good feeling to know about other cultures and if they are modern or old. يعني ده بيعطينا إحساس جيد لمعرفة الثقافات الأخرى ولو كانت حديثة ولا قديمة. That would be a lot of better than reading about them. يعني ده أفضل من القراءة عنهم. So I love tourism a lot. لذلك أنا بحب السياحة كثيرا. فبيقول لي إيه؟ Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 بيقول لي the underlined pronoun they refers to. قال لي هنا that gives us a good feeling to know about other cultures and if they are modern or old. طبعا بتعود على ايه؟ الثقافة، ان ده بيعطينا احساس جيد لمعرفة الثقافات الاخرى وانها لو كانت حديثة او قديمة يبقى they هنا عايدة على ايه؟ cultures الثقافات. Number 2 I and my family members space in different countries. طبعا هو كتب لي هنا travel، هي المفروض ما تكونش كتبها ونختارها من الاختيارات نقول travel in different countries. طبعا الجملة دي موجودة بالظبط في السطر الأول. بعد كده بيقول لي why do tourists from all over the world come to visit Dubai؟ ليه كل السياح من جميع أنحاء العالم بييجوا يزوروا دبي؟ فهنقول because Dubai is making artificial islands in the sea and building the tallest hotels and places over them, so tourists from all over the world come to visit them. بعد كده بيقول لي what is the main idea of the text؟ ايه هي الفكرة الرئيسية للنص؟ فممكن نقول the pros of traveling in different countries، يعني مزايا السفر لدول مختلفة، أو ممكن نقول the pros of tourism، يعني مزايا السياحة. بعد كده خامس سؤال هيجيلك في الامتحان هيقولك pause the words in the correct order to make correct sentence. Number 1 بيقول لي did swimmer يعني السباحة good جيد a is your. فعايزنا نبتدي بأز. ده طبعا سؤال بمعنى هل بكونه ازاي؟ بجيب أداة الاستفهام اللي هي الفعل المساعد بمعنى هل وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الأصلي والتكملة. طيب as فين الفاعل؟ يبقى as your dad هل باباك a good swimmer يعني سباح جيد. is your dad a good swimmer؟ Number 2 بيقول لي this is place a fantastic I think. فبيقول لي بدال بI. طبعا هنقول I think يعني أنا أعتقد this is a fantastic place هذا مكان رائع. I think this is a fantastic place. سادس سؤال هيجيلك في الامتحان هيقولك read and write the correct form of the words between practice. عايزة أصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. Number 1 بيقول لي my dad go to Aswan last week. طبعا عندي last week ده طبعا ايه؟ زمن الماضي البسيط، فهجيب الفيرب هنا في الماضي فهقول went. Number 2 he is sick هو مريض he have a headache. تنفع he have؟ طبعا ما تنفعش، هنقول he has بتيجي مع المفرد اللي هو he أو she أو it أو أي اسم مفرد، أما have ده مع الجمع. بعد كده بيقولك punctuate with the following. maps help us to know the directions. طبعا maps الام كابيتال ودي جملة عادية خالص، هنعمل فول ستوب في نهاية الجملة. بعد كده آخر سؤال هيجيلك في الامتحان هيقولك write a paragraph of 30 words using the following guiding elements. عن ايه بقى؟ a visit to Alexandria، وعايزنا نستخدم كلمة beach شاطئ ولايبراري مكتبة. فهنقول ايه بقى؟ last month الشهر الماضي I visited Alexandria. I went with my family by train. It's a very interesting place. مكان شيق أو ممتع. There are a lot of exciting places to visit there. يعني بيوجد أماكن كثيرة شيقة تزورها هناك. We visited the famous library. يعني احنا زرنا المكتبة المشهورة. It was the most exciting. كانت أكثر إثارة. We went to a local restaurant to try traditional Egyptian food. ذهبنا لمطعم محلي أو مطعم عام عشان نجرب الطعام المصري التقليدي. It was delicious. كان لذيذ. We went to the beach يعني ذهبنا للشاطئ and swam in the sea وعمنا في البحر. I enjoyed there يعني استمتعت هناك. وبس كده حبايبي يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني في باقي سلسله المراجعه النهائيه وحل اهم الامتحانات المتوقعه باذن الله لامتحان الترم الثاني، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.